اهلا وسهلا باحلى متابعين، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وبحال ديما يكون سكرنا مضبوط، ما يكونش طالع ما يكونش هابط، ودائما نظام غذائي صحي قليل الكربوهيدرات، سكر مضبوط بدون مضاعفات. اليوم ان شاء الله شاركت معكم هاد تشيز كيك اللي صراحه جا اكثر من رائع. كيبقى صحي، صحي قليل الكربوهيدرات. نتمنى تشوفوا لا فيديو من الاول حتى الاخر، تخليوا لي كومونتير زوين الا كنت كنستاهلوا. تشيز كيك انا شاركت معكم، هذا ديجا مشاركه معكم واحد تقريبا بحاله. حنا كنا درناه بالفخيز، واليوم غادي نديروه بالليمون الحامض ان شاء الله يا ربي، بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الليمون الحامض بحالي. نمشيو على بركه الله ونبداو الوصفه ديالنا اللي هي غتكون بسيطه وسهله. خديت هنايا 50 غرام من هذا، عندي اللوز مهرمش، تقدروا ديروا الفول السوداني. داكشي اللي متوفر عندكم. انا درت اللوز، تقدروا ديروا الفول السوداني اللي ما عندوش اللوز متوفر. هذاك اللوز راه خضر، ما محمر ما حتى شي حاجه. زدت عليه هنايا نتوما كيف شفتوا ربع ملعقه من اريتريتول اللي هو بديل السكر، اللي ما بغاش ما يديروش. وغادي نزيد عليه ملعقه من الكاكاو المور 100% مور، هذا الكاكاو المور. اذا الوصفه كتبقى المكونات كلها قليله الكربوهيدرات كناكلوها حتى حنا. دابا الصيف كنتشهاو هاد الحويات، وفي نفس الوقت ما كيطلعش لنا السكر ديالنا. زدت هنا لو زيست ديال الحامض، القشره ديال الحامض حكيتها باش غادي نسمو هاد الطبقه الاولى ديال التشيز كيك اللي غادي تجي زوينه. وزدت هنا قليل من الفاني السائله. انا حيت بغيتو بالنكهه ديال حامض الليمون، داكشي علاش درت الحامض المحكوك. واللي بغى يدير شي نكهه اخرى راه غادي يديرها. صافي غادي نخلط هاد المكونات، وغادي نزيدو هنا ربع كاس من الزبده الحيوانيه مذوبه. هذه زبده حيوانيه ربع كاس. صافي غادي نخلطوا هادشي مزيان. اللي ما بغاش يدير الزبده الحيوانيه غيدير صفار بيض، غيدير بيضه. انا ما بغيتش ندير البيض، درت الزبده الحيوانيه. صافي غادي نخلط هاد المكونات هكذا مزيان، وغادي نمشيو نديروها في لي مول ديالنا اللي هي هذه الطبقه الاولى ديال التشيز كيك. الفرن ديالي انا شاعله على 180 درجه من الاسفل ومن الاعلى، لان هاد التشيز كيك غادي يكون في الفرن ان شاء الله. صافي غادي نبقى نحط هاد الطبقه الاولى في هاد لي مول ديالي كيف ما كتشوفوا معايا. وهذا الشيء اللي كاين. نتمنى لكم الصحيحه والسلامه وطول العمر يا ربي، والشفاء لنا جميعا. وشكرا على الدعوات ديالكم اللي كتدعيو معايا. شكرا لكم شكرا لكم. الله يرزقنا الصحيحه والسلامه يا ربي. صافي خديت هنايا هكذا كنضغط على داك الطبقه الاولى. صافي غادي نضغط عليها وغادي نخليها جانبا باش نمشيو نديرو الطبقه الثانيه. تشيز كيك نتمنى تجربوا لان غادي يعجبكم بزاف. صافي الطبقة الثانية خديت هنا أي كريم، جبن صالح للدهن. اللي ما عندوش هكا جبن صالح للدهن يقدر يدير الجبن مربع أولا مثلث. هو المربع ناقص في الكارب على المثلث. صافي خديت هنا 150 غرام ديال الجبن صالح للدهن اللي هو قليل الكربوهيدرات. هذا راه قليل جدا الكربوهيدرات. الكربوهيدرات خصها تكون أقل من 4، ما تكونش فايته 4 في كل 100. زدت هنا قليل من الاريتريتور اللي هو بديل السكر، ممكن ديروا ستيفيا. صافي خديت هنا هذا الطراف ديالي بحال هكا، وغادي هذاك الجبن خصني نطربو مزيان حتى يولي ليا على شكل بوماد. كيف ما كتشوفوا معايا غنبقى غادي هكذا حتى كيولي على شكل بوماد. اذا هاد التشيز كيك ما فيهش ديك الكريمه، يعني حنا ما كاينش الكريمه اليوم، كاين غير الجبن صالح للدهن، ولكن جا رائع ولذيذ. زدت هنا بيضه واحده، وغادي نعاود نخلط مزيان هاد المكونات حتى كيوليو ليا على هكذا. نتوما شفتوا كيفاش ولا ليا، كيولي ليا بحال هكذا. دابا صافي غادي نزيد باش نسمو، هما بهذا مبشور ديال حامض الليمون. هما باش غادي نسمو لان هاد التشيز كيك ديالنا هو ديال حامض الليمون، داكشي علاش دخلت فيه انا هاد المبشور ديال حامض الليمون. صافي غادي نخلطو بحال هكذا مزيان، وغادي نمشي هذه تكون هي الطبقه الثانيه. سهله والمكونات بساط، صراحه المكونات بساط بزاف. صافي دابا غنمشيو نديرو الطبقة الثانية. أنا عجبني نديرهم هكا فرديين صغيورين. اللي بغا يديرها وحدة كبيرة يديرها، غير أنا بغيت نديرهم فرديين كيبقاو كتاكلي وحيدة وكتعرفي حتى شحال كليتي وشحال ما كليتيش. المهم لكم الاختيار. اللي عنده هاد ليمون الصغار يدير هكا صغار، اللي عنده الكبير صافي يدير واحد كبير ويقطعو قطع،
ويقطعوهم يكونوا هكا بتي مورسو، كل بحال هكا في الكوتي ولا هكا ياخذ واحد المورسو صغير. صافي من بعد ما كملنا الطبقة الثانية دابا غادي ندخلوها الفرن. الفرن ديالي كيف قلت لكم على 180 درجة. غادي ياخذوا ليا شوية الوقت في الفرن، واحد 40 دقيقة خداو ليا 40 دقيقة، لأن زدت نقصت الفرن ديالي على 160 وخليتهم 40 دقيقة. دابا هنا غنمشيو نديرو الطبقة الثالثة اللي هي درت كأس من حامض الليمون، زدت عليه صفار ديال البيضة واحدة، وغادي نزيد هنا اللي بغى هذه النكهة هادي على بديل السكر اللي هو الإغيتريتور، هو باش خدمت في هاد الوصفة. وغادي نزيد النكهة ديال الحامض، ها هي هادي النكهة ديال الحامض، هادي راه قليلة جدا الكربوهيدرات، اللي ما بغاهاش ما يديرهاش، انا متوفرة عندي وقلت نديرها علاش لا. صافي غادي نديروهم هكا فوق النار ونبداو نحركو حتى غادي يعقد لينا هاد الطبقة الثالثة، غتعقد لينا ان شاء الله. نخليوها تبرد شوية باش نكملو الوصفة ديالتنا. اللي ما بغاش يدير هنا صفار د البيض يقدر يدير هذا الجيلاتين النباتيه، راه كتباع في المغرب بالعبار، تقدروا ديروا واحد نص ملعقه من الجيلاتين النباتيه وما ديروش صفار د البيض. صافي هما هادو، ها نتوما هاد الشيز كيك ديالي من بعد ما خرجته من الفرن شو كيتنفخ كيجي الصراحه غزال. صافي دابا غادي نحاولوا نديروا له التزيين ديالو، هانتوما كيتحيد بسهوله مع هادوك ليمون ديال السيليكون كيف ما كتشوفوا معايا. صافي دابا غادي نديروا له التزيين ديالو، ونتمنى تجربوه لان الصراحه زوين ويستحق يتجرب. ان الوصفه كنحاول نبسط لكم باش تكون في متناول الجميع. الناس اللي ما عندهمش اللوز، راه اللوز غير 50 غرام، تما راه ماشي شي كميه اللي كثيره. 50 غرام راه والو، راه غير واحد يمكن 5 د المعالقات، ماشي شي حاجه اللي كثيره. اللي ما عندوش يدير الفول السوداني. صافي هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا. ودابا غادي نديروا الطبقه الثالثه من الفوق. هادوك التشيز كيك ديالي كيف شفتوا راه تحمر ليا ديك الطبقه الثانيه، لان كنت ناقصه الفران وخداو ليا 20 دقيقه، ولكن جاو غزالين صراحه، جاو زوين بنين بنين. صافي كنديروا هكا الطبقه الثالثه، ومن بعد غادي ندخلهم الثلاجه ديالي باش يشد ليا راسو مزيان، يشد هذيك الطبقه الثالثه تشد ليا راسها مزيان. وعاد ديك الساعه باش غادي نخرجوهم نديروا لهم التزيين باش نشوفوا الشكل النهائي ديال التشيز كيك ديالنا. كنعاود نقول لكم مره اخرى، شكرا لكم على متابعه قناه زنوبه ديابيت. شكرا لكم على البارطاج، على الدعم، على لي كومونتير الغزالين اللي كتخليو ليا. احبكم في الله يا احلى متابعين. وهنا كان هذا هو الشكل النهائي، حاولت زين درت لهم هذا الزين هكذا، وكان هذا هو الشكل النهائي ديال التشيز كيك ديالنا ديال اليوم. الصراحه كان لذيذ بزاف لانني ذقته، عجبني بزاف 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 والله العظيم زويون. هانتوما لان هذه راه مده ما شاركتش معكم شي وصفه، والحمد لله حنا غادي نبداو عاوتاني نشاركوا وصفات. ودائما قناتكم زنوبه ديابيت غتكون فيها استفاده، ودائما ما كاينش الحرمان، ما محرومين من حتى شي حاجه الحمد لله. سكر مضبوط بدون مضاعفات. احبكم في الله، الى فيديو لاحق ان شاء الله.